السلام عليكم، ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ ويا رب تكونوا بألف خير. جايه لكم النهارده بفيديو خطير. البصاره. طبعا في ناس اكيد ما تعرفهاش، بس الناس القديمه كلها هتبقى عارفاها كويس جدا. يلا بينا نشوف هنعملها ازاي بطريقه سهله جدا، وهي كمان مقاديرها بسيطه ومش مكلفه خالص. يلا بينا نشوف الطريقه مع بعض. بس ما تنسوش تصلوا على سيدنا محمد عليه افضل الصلاه والسلام. اول حاجه معانا ربع كيلو فول مدشوش، بنغسله كويس جدا وبننقعه في ميه حوالي ساعه علشان يستوي معانا بسرعه وما ياخدش وقت على النار. الكميات اللي هقولها لكم في الفيديو ده مناسبه لاربع افراد، كويسه جدا. تقدروا طبعا تضاعفوا الكميات براحتكم لو العدد هيكون اكبر من كده. زودت على الفول المدشوش بصلة صغيرة متقطعة 4 قطع، وكمان معلقة صغيرة توم مفروم ناعم. وهنا زودت الخضرة، ممكن تستعملوا كزبرة بس حزمتين منها، وممكن تستعملوا حزمة بقدونس وحزمة كزبرة. ده تمام وده تمام. الحاجة بقى اللي هتفرق جدا جدا في طعم البصارة بتاعتنا، هنحط معلقتين كبار من الملوخية الناشفة وعليهم باكة نعناع، ونقلبهم كده مع بعض ونحطهم على البصارة، وشوفوا بقى طعم البصارة هيكون عامل ازاي. التركية الصغيرة دي عرفتها من امي، وبصراحة الطريقة كلها هي اللي قايلالي عليها. انا على طول باكلها من ايدها وبتطلع طبعا تحفة جدا. تسلم ايدك يا امي. لكن المرة دي انا حبيت انا اعملها واخدت منها الطريقة بالظبط. قلت لها انا هجرب بقى وايه وهصورها، ويا صابت يا خابت. بس الحمد لله ربنا كرم وطلعت تحفة جدا. كملوا بقى الفيديو للاخر علشان تشوفوا الجمال بتاع البصارة بتركات امي بقى، وشوفوا بتطلع حلوة ازاي. وهنا كنت زودت عليها معلقة صغيرة من الملح ومعلقة ونص من الكمون، بس لسه هنزود تاني في الاخر. ونقلبهم كده كويس مع بعض ونسيبها بقى تغلي شوية على النار. نقطع البصل سكينة بالسكينة كده كده. أصلا شطورة. بنقطع البصل جوليان وبعد كده نقليه في الزيت ويكون سخن، من غير ما نضيف عليه اي حاجة ولا نشا ولا اي حاجة خالص. البصل هيقرمش وهيبقى حلو جدا. يفضل ان احنا نستعمل بصل ابيض لانه بياخد لون ذهبي حلو عن البصل الاحمر. واول ما ياخد معانا اللون الذهبي الحلو ده هنطلعه في مصفى ونسيبه في الهواء ينشف. بعد كده لما ينشف خالص هنبدأ ان احنا نقصره بايدينا، وهو ده اللي هنستعمله ونحطه على البصارة من فوق في الاخر. وده كده شكل البصارة بعد ما سبتها تغلي على النار. سبتها حوالي تلت ساعة، كل حاجة تقريبا اتهرت زي ما انتوا شايفين كده. بس في بقى تركاية حلوة جدا هنعملها دلوقتي هتخلي البصارة في حتة تانية. هناخد شوية من الزيت اللي قلينا فيه البصل ونزودها كده على البصارة، هتديها نعومة وشكل تحفة جدا جدا. ريحتها بجد تجنن قلب البيت كله. عايزاكم بقى تقولي في الكومنتات بتحبوا تاكلوا البصارة من ايد مين. وكمان لو حد ما دقهاش قبل كده جربوا تعملوا الطريقة دي بالظبط، هتطلع معاكم تحفة جدا. وكمان خلي بالكوا هي اكلة حلوة وشعبية واقتصادية، مش مكلفة خالص في اي حاجة. بجد جربوها وانتوا هتدمنوها. علشان تتأكدوا زيادة ان الفول استوى كويس اعملوا الحركة دي. اول ما تلاقوه بيدوب معاكم كده تبقى كده البصارة تمام وطفوا عليها. عندكم دلوقتي خيارين. اول واحد لو متوفر عندكم هاند بلندر تطفوا عليها وتضربوها بالهاند بلندر كويس جدا وهي في نفس الحلة، وده طبعا هيكون اسهل شوية. الخيار التاني ان انتوا تسيبوها تبرد تماما وتضربوها في الخلاط. اهم حاجة ان انتوا تسيبوها تبرد كويس جدا علشان الخلاط لو مش بيستحمل الحرارة العالية لا قدر الله ممكن يبوظ منكم. فالافضل ان انتوا تسيبوها تبرد تماما. كده انا ضربتها خلاص كويس جدا زي ما انتوا شايفين. انتوا ممكن تشوفوا ان هي قوامها خفيف شوية، لكن هو ده القوام المطلوب. لان هي لما بتبرد بتتقل زي ما وريتكم في اول الفيديو وانا بحرك الطبق، ما كانتش بتتحرك منه خالص، بتمسك نفسها وبتتقل. فده القوام المظبوط وهي سخنة. هنبدأ نزود تاني معلقة من الملح وكمان معلقة من الكمون، زي ما قلت لكم في الاول ان هي هتحتاج تاني في الاخر. ونقلبها كويس جدا. وتقريبا كده البصارة بتاعتنا خلاص جاهزة.
فاضل تركاية صغيرة هتفرق جدا جدا في طعمها. هنعمل لها بقى تقلية حلوة كده هتوديها في حتة تانية، هتخليها احلى واحلى من ما هي حلوة اصلا. فاكرين الزيت اللي قلينا فيه البصل؟ هناخد منه شوية كده ونحطهم في الطاسة وننزل عليهم بمعلقة من الثوم المفروم وشوية من الكزبرة، وقلبي بقى وشمي الروايح الحلوة. وننزل بيها بقى على البصارة ونسمع احلى تش. وكده خلاص خلصنا والبصارة جاهزة معانا. نبدأ ان احنا بقى نحطها في الاطباق ونسيبها لحد ما تبرد خالص. شايفين بقى الجمال؟ زي ما قلت لكم لما تبرد هتمسك نفسها خالص. اديني اهو بصوا بحرك الطبق وبقلبه وما بتتحركش من مكانها، وده كده القوام المظبوط. زي ما قلت لكم ما تحاولوش ان انتوا تقلوها من الاول لان هي هتتقل. ونبدأ بقى نحط عليها البصل زي ما قلت لكم اهو، قطعته حتت صغيرة كده. لما بينشف بيتكسر معاكم بسهولة وما تقلقوش خالص. ايه رأيكم بقى في الجمال ده؟ مفيش احلى ولا اجمل من كده. رغيف عيش ناشف بقى وناكل احلى بصارة. بجد طعمها يجنن. مش مصدقة بصراحة ان هي اول مرة اعملها وتطلع معايا بالجمال ده. جربوها وعلى ضمانتي هتطلع معاكم تحفة من اول مرة. طريقة امي ما تخيبش ابدا. واهم حاجة ما تنسوش تعملوا لايك للفيديو، ولو عايزين اعمل لكم وصفات شعبية زي دي كده تاني اكتبولي في الكومنتات وان شاء الله اعمل لكم حاجات كتير. وما تنسوش تشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس علشان يوصل لكم كل حاجة جديدة. اشوفكم على خير الفيديو الجاي، وباي باي.